رئيسنا بيعمرها لنا، وكل قادة بتحاول تعمر بلدها. اشمعنى مصر بس؟ يعني انت تبقى قاعد في المكيف ولا قاعد في اي دولة تانية عادي، الجندي المصري هو اللي داخل يخش يحارب لك، بس يخش دافع على الشرف. ما تيجي انت يا اخويا اجيب قياداتك وخش دافع انت على الشرف. عندك جو وهنا وهنا وهنا، وخربتوا بيوتنا في قناة السويس واتقفلت. دافع انت. ولا انت مش عارف تتكلم، ولا مش عارف تتكلم في بلدك، تتكلم على بلدنا. لو فرض علينا الأرضنا لجمهورية مصر العربية مش لحد. لا لا مش شرط، احنا في وقت حرب. ايوه يا بنتي قولي لهم، والله قولي لهم، قولي لهم السعوديه، قولي لهم، فهميهم، قولي لهم ان الدول كلها بتغار دلوقتي من بعدها عشان الاستثمارات، بينافسوا استثمارات في النجاحات ويقوموا بلدهم وتبقى بلد احسن واحسن. ما حدش بيجر بلده للخراب، ما حدش بيجر بلده ما حدش بيجر بلده لعدم الامن والامان. كل البلاد اللي حوالينا عايزه الامن والامان والاستقرار من اللي شافوه في البلاد المجاوره. فما حدش عايز يتكلم في الخراب، بالعكس. انما بعدين نتكلم في العمار، نتكلم اللي ربنا يا باني يا يا 100 طالع مليون يا فاحش يا يا 100 نازل. يا 100 مليون. اتفضل يا استاذ اه, صلابه. بصي، احنا عاصرنا الفترة اللي كان فيها شوية الخرفان، وعارفين ميولهم واجندتهم الخارجية كانت عاملة ازاي. تمام. فكده كده يعني مش هتغيري فكر. هو فكر لا ده فكره ضال. يخرب بيتنا، اه، فكره خرفان بتمأمأ. ما انا بقول لك هو فكر ضال. فطبعا هم شايفينك بتنجحي وبتحققي انجازات غير طبيعيه، طبيعي ان هم لازم يطلعوا ويقولوا كده. احنا بلد امان، وعايزين احنا كشعب عايزين نستقر، عايزين بلدنا تبقى امن وامان. عايزين، بنحب العمار ما بنحبش الخراب. مسلحين بلدنا وعندنا جيش قوي انا عايزك تقولي بس للدفاع عن حاجه. وطننا لأي عدو يفكر انا عايزك يقرب تقولي لينا. حاجه. سامعاني؟ اتفضل اتفضل. قولي لهم لما انتوا هربتوا ولبستوا النقاب واستخبيتوا في البيوت كنتوا فين يا شويه خرفان؟ مش عارفه كانوا اولا بحب اعرفكم بنفسي. اتفضل يا انا استاذ. محسن. اهلا انا وسهلا. محسن دكتور في الكيمستري، كيمياء في الجامعه. انا معاصر بقول لك يا استاذه كل الرؤساء من سنه 52، وشايف بلدي اتعمل فيها ايه من زمان قوي، من الخمسينات للان. انا راجل كبير بس شايف كل حاجه، والاخوه هنا اهو شاهدين على كلامي. بلدنا اولا الرئيس مسكها لا باب ولا شباك، يعني الحدود كلها سداح مداح، خزينة البلد فاضية، وكان البلد واقعة. عمريش شفت بلدي وقعت زي الموقف ده. الرئيس عمل اللي ما يعمل، بس العيب فينا، احنا بننكر الجميل شوية. واحنا كمصريين يعني مفروض نحب بعض اكتر، محدش يغلي حاجة على حد. في انتماء، لازم يكون في انتماء، ده ناقص. انا مش هتكلم على الخرفان، خرفان كلنا عارفينهم وكل الناس عرفتهم، وهم حتى عرفوا نفسهم. انا بتكلم على ازاي نبني الانسان المصري، وده هدف الرئيس دلوقتي. على فكرة انا